ازيك يا عزيزي، اتمنى تكون بخير واتمنى فيلم المره اللي فاتت يكون عجبك. ويلا بينا ندخل في احداث فيلم النهارده اللي بيبدا في مدينه شيكاغو الامريكيه مع الضابط جاك والكلب ايس. وهو هنا بيتكلموا على الخدمه اللي قضاها في العراق وقد ايه كانت صعبه والاجواء هناك كانت متوتره جدا. وهو معدي بيسلم على واحده من المشردين اللي في الشارع وهي بتكون عارفه الضابط جاك. بعدها بيجيله نداء في اللاسلكي وبيستجيب للنداء فبيتجه بعدها للبلاغ. بيتحرك على طول على الموقع المطلوب ولما بيوصل بتكون في دوريات شرطة وظباط كتير موجودة. وبيقول له الظابط زميله ان في شخص كان راكب عربية وبيسوق بسرعة عالية جدا وكسر كل اشارات المرور الموجودة على الطريق. يجي هنا الظابط اللي كان بيجري وراه وبيطارده لكن ملحقوش، وبيسأل جيك لو العربية كانت مسروقة ولا لا. بيرد عليه زميله انه لسه ما كشفوش عليها وما عندهمش معلومات كفايه، لكنه بيكون عارف مواصفات الراجل ده. المهم بيلاقوا في عربيته ورقه مكتوب فيها بالصيني، فبيتوقعوا ان هو يكون شخص صيني. بيكون في مشرد هنا قاعد في الشارع متابع اللي بيحصل وبيرد عليهم بيقول لهم ان الشخص ده اسباني مش صيني. بعدها جيك بيرجع لعربيه الدوريه وبينزل الكلب ايس علشان يبداوا في المهمه مع باقي الوحدات. جيك بياخد ايس وبيعمل جوله حوالين العربيه علشان يقدر يشم ريحته او يشوف اي دليل من الشخص ده، يعني منديل ولا حاجه. لكن فجاه عزيزي بيتضرب نار على ضابط موجود في الموقع وبيتصاب. الكلب ايس بيكون مشتت لان الشارع كله فيه حقن مخدرات من المشردين اللي بيتعاطوها. بعدها بيلاقي ضابط اكياس في العربيه وعليها رسمه بيكون فاكرها مخدرات بس للاسف بتطلع متفجرات وبتنفجر فيه. بعدها بيطلع واحد من المنطقه يجري وجيك بيشك فيه فبيطلق ايس عليه. الكلب ايس بقى بيقود الضابط جيك في المطارده. وفعلا يا عزيزي الكلب ايس بيعضه بس بيكون الشخص الغلط، بيكون متشرد وماسك جاكيت المجرم اللي اداهوله علشان يجري هو ويعرف يهرب منهم. وبعدها بيستخبى واول ما جاك يكشفه بيطلع يهرب وهو بيضرب عليه نار على طول. بعدها جيك بيسمع صوت الكلب بتاعه اللي بيكون بيعاني لانه خد رصاصة في جسمه من المجرم. جيك على طول بياخده بسرعة على عربية الاسعاف الموجودة علشان يسعفه، بس راجل الاسعاف هنا بيقول ان الضباط المصابة اولا وبعدها نشوف الكلب. الكلام ده بقى مش بيعجب الضابط جيك اللي بيمسكه وبيضربه. وبعدها يا عزيزي بنعرف ان الكلب ايس مات لان حالته كانت خطيرة جدا، فبيعملوا له بعدها جنازة عسكرية. وجيك طبعا بيكون زعلان جدا على صديقه الوفي وبيقعد بعدها يعتذر له قدام قبره انه ما قدرش يحميه او يسعفه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف جيك في حالة اكتئاب شديدة جدا. وبعدها بيكون جيك في اسم الشرطة علشان يقدم افادة باللي حصل معاه هو والكلب ايس. المأمور بعدها بيقول له انه لو عايز يترد على دكتور نفسي هيقدر يساعده في حل مشكلته وهو حاليا في اجازة مؤقتة شوية. بعدها جيك بيقابل زميله في الاسم وبيقول له انه ممكن يروح لقسم الكلاب ويختار كلب تاني يكون معاه. ولما بيروح جيك لقسم الكلاب مش بيقدر يختار كلب تاني لان الكلب ايس لسه على طول في باله. بعدها بيقابل ضابط مسؤول عن تدريب الكلاب ولما بيسأله اختار كلب ولا لسه فبيرد عليه انه لسه ما اختارش وما قدرش يتجاوز ان هو يقدر ينسى ايس. الضابط بيرجع يقوله نصيحة انه لازم يعدي الموضوع ده بسرعة وكل ما الوقت زاد عليه هتكون الامور اصعب. لكن وهم راجعين في ممر الكلاب جيك بيشوف كلب قاعد مربوط بكمامة، ولما جيك بيسأل عنه وعن حالته فبيقوله ان نفس الموضوع حصل مع الكلب بس العكس لانه فقد صاحبه، ومن ساعتها وهو رافض التعامل مع اي شخص او اي ضابط من الضباط الموجودة في الاسم. بعدها جيك بيغير لبسه لللبس المدني وبيخرج يتمشى شوية في شوارع المدينة وبيكون فيه هنا حد مراقبه. وجيك هنا بيسأل كل المشردين على شخص اسمه دانتي، هو الشام ورسام ومعروف في المدينة جدا، فبيركب عربيته وبيكمل تدوير عليه تاني. بعدها بتجيله واحدة عجوزة مشردة عايزة دولار علشان تجيب ازازة كحول، فبيديها جيك سيجارة وبيولعها لها كمان. جيك بيستغل الفرصة وبيسألها على دانتي بس هي مش بيكون على لسانها غير ان هي عايزة الدولار دلوقتي. في نفس الوقت ده بتجيله رسالة على الموبايل من زميلته بتبلغه ان هي عايزة تقابله في كافيه. جيك على طول بيروح لها وبيسألها لو تعرف حد اسمه دانتي يمكن يكون ليه ملف في اسم الشرطة، وبيوريها الرسمة اللي كانت موجودة على المتفجرات بس هي مش بيكون عندها اي معلومة. وبتقوله انه لازم يكمل وظيفته كضابط شرطة ويدور عليه بنفسه وياخد حقه وحق زميله اللي مات. تاني يوم على طول جيك بيرجع على الاسم والمنطقة المخصصة للكلاب البوليسية وبيسأل الضابط على اسم الكلب المربوط بالكمامة. بتطلع كلبة واسمها سوكس. جيك بعدها بيدخل لها البوكس بتاعها وبيحاول يكسب ثقتها. اول ما يفك لها الكمامة كانت هتعضه بس هو بيسيطر عليها وبعدها بياخدها معاه البيت وبيقدم لها الاكل ويشجعها انها تاكل، بس هي لسه بتكون مش حاسة بالامان وبيفضل قاعد جنبها يديها الاكل بنفسه يمكن تاكل. بعدها بتجيله صديقته وجارته اللي بتعرف اللي حصل وبتقوله ان هو عنده قلب كبير قوي وشجاع. وبالليل بيصحى جيك على الاخبار ان في بلاغ
في المنطقة، لكنه بيكون لسه مش عارف ايه هو ومش مستعد كمان. فبياخد سوكس معاه في جولة وهو بيجري يعمل شوية رياضة صباحية، والسوكس هنا بدأت تاخد عليه وبتكون متحمسة. وبعدها بيروح على مركز الشرطة وبيستعد للخدمة. بيجهز سوكس انها تكون معاه، وبيدخلها كمان حصة تدريبية مع باقي الكلاب علشان تكون جاهزة 100%. لكن الموضوع ما بيكونش بالسرعة دي عزيزي، لانه لما بينده عليها مش بتروح له، وده امر طبعا مرفوض في كلاب الشرطة لانها لازم تسمع الكلام من اول مرة. ولما بيجي يطلب منها بعدها امر بسرعة بتسمع كلامه. وباقي الضباط هنا بيتفرجوا وبيكونوا فرحانين جدا باللي بيحصل. بعد كده بيروح يقعد مع صديقته وبيعرفها على الكلبة الجديدة اللي هتشاركه بعد كده في الخدمة والمهمات. وتاني يوم بيروح القسم وبيدخل للمأمور وبيطلب منه انه يقطع اجازته وينزله تاني في الخدمة. بعدها بيروح جيك يستلم مفاتيح عربية الدورية، واول ما بيدخل بيكلم باقي زمايله في اللاسلكي انه بيدور على شخص اسمه دانتي، وبيديلهم مواصفاته واخر مرة اتشاف فيها في المدينة. بعدها على طول ظابط بيبلغه ان دانتي ده موجود في شارع 9، وجيك بيتحرك بالعربية فورا. دانتي بقى ده بيكون راجل زنجي مشرد قاعد على كرسي متحرك. بينزل له جيك وبيقول له ان هو يعرف شوارع المدينة كويس وعنده شوية اسئلة عايزه يجاوب عليها. الكلبة سوكس هنا بتكون عمالة تنبح عليه. بعدها جيك بيروح على سوبر ماركت يجيب له شوية اكل وعصير علشان يشرب، وبعدها بيطلع له الرسمة اللي معاه وبيسأله لو كان هو اللي رسمها او يدله على حد رسمها يعني. دانتي اول ما بيشوفها بيخاف والكلام بيقف، وبياخد منه المنديل اللي عليه الرسمة وبيمسح بيه وشه وبيرجعها لجيك تاني، اللي بيكون مش عايز يضغط عليه اكتر من كده، بس هو عايز بس يديله اي معلومة عنها، لكنه بيقوله ان هو معرفش اي حاجة عنها. فبيديله جيك سيجارة وبيطمنه. دانتي بعدها بيقوله ان هو لو عايز يعرف حاجة هيلاقيها في الجنب التاني من المدينة. هو بيقوله ان هو ما عندوش معلومات اكتر من كده يقدر يقولها له. وبعدها جيك بيسيبه وبيمشي، بيروح علشان يتعشى ويقابل زميلته، وهو هنا بيقولها ان هو عايز ترخيص العربية اللي انفجرت ومين صاحبها. هي بتقوله ان هي خايفة تديله معلومات تكون خطر عليه. المهم تاني يوم وكالعادة بينزل جيك ويجري شوية، وبتقابله زميلته اللي بتقوله على اسم صاحب العربية وعنوانه، وبتبلغه كمان ان هي كانت عربية مسروقة. جيك اول ما بيرجع البيت بياخد سوكس في حصة تدريب علشان تقدر تكشف على المخدرات والمتفجرات. في التدريبات هنا تحت انظار جيك وباقي الضباط بتقدر سوكس انها تلاقي المتفجرات، وجيك هنا بيكون سعيد بيها جدا. وكمان بتقدر تقبض على شخص كان بيضرب النار، وبتبدأ سوكس تستعيد ذكرياتها ولياقتها من جديد. بعدها بياخدها ويجهزها علشان يطلعوا للخدمة في الدورية في شوارع شيكاغو. وهو طبعا بيقرر يروح الجنب التاني من المدينة، بس الاول عليه ان هو يطلب اذن علشان يعدي ويفتحوا له البوابة اللي منها يروح على الجنب التاني من المدينة. بعد ما بياخد الاذن وبيعدي على البوابة بيوصل جيك على العنوان المطلوب. بيسمع صوت اطلاق نار فبيطلع مسدسه وبيدخل البيت وهو بيطلب الدعم ومع سوكس. بيكتشف جوه البيت مصنع لتصنيع المتفجرات، وبيلاقي انبوبة عليها نفس الرسم اللي معاه. وفجأة الكلبة سوكس بتطلع تجري على الدور التاني من البيت. بعدها بيلاقي سوكس وهي واقفة في أوضة قدام سرير. بعدها على طول بيظهر كلب شرس بيهجم على الضابط جيك، وبسرعة سوكس تدافع عنه، لكن بعدها على طول برضه بيظهر شخص يضرب جيك وبيدخلوا في مشاجرة عنيف. لكن في النهاية جيك بيكسبها وبيطلع سليم، وسوكس بتتعرض لإصابات خفيفة. وبيرجع جيك ومعاه الأنبول اللي عليه الرسمة. بيعمل سيرش على الإنترنت وبيظهر له رجل أعمال صيني، فبيدون اسم الشخص ده في ورقة وبيبلغ بيها المأمور اللي بيقوله ان ده رجل اعمال تابع للمافيا وعنده حصانة كبيرة. وهو بيقوله ان هما مش عايزين يخشوا في صراعات مع الناس دي، بس جيك بيكون حاطه هدف في دماغه ومصمم ان هو يقبض عليه في اسرع وقت. وزميلته كمان بتشجعه بس بتكون خايفة عليه من الموت. المهم بيروح مكان بيتردد عليه العصابة دي، وبياخد طبعا معاه سوكس اللي خلاص جيك بقى معتمد عليها بشكل كبير. بيدخلوا المكان بكل هدوء وبيلاقوا شخص قاعد لابس ماسك بيعمل تركيبة قنابل من TNT شديدة الانفجار. بس الراجل ده بقى بيقول ان هو ملهوش علاقة بأي حاجة، وهو مجرد شخص بينفذ الأوامر وبس. وبيقول ان الأوامر بتجيله من شخص اسمه سانتياغو، ولما بيجي جيك يسأله عنه بيرمي فجأة عليه مادة حارقة بتيجي في عينه، وبيبدأ جيك يفقد وعيه. وبيشوف أشخاص في المكان وماسكين سوكس، وبتيجي واحدة تقرب من جيك وبيفقد وعيه بعدها. ولما بيفوق بيكون مش فاكر أي حاجة. بيلاقي نفسه مرمي في الشارع. بعدها بيروح للمأمور بتاعه
وبيقول له على الشخص اللي الراجل قال له عليه اللي هو سانتياغو، وبيقول له كمان ان هم اخدوا الكلب منه، لكن المأمور بيقول له ان هو ينسى الموضوع ده وياخد اجازة طويلة. فبيطلع جيك وهو متضايق جدا، وبعدها بيلاقي زميله بيشتكي له من اللي حصل، فبيقول ان هو هيقدر يساعده في المهمة دي وانهم هيقدروا يلاقوا سوكس. وتاني يوم بيقابل زميلته اللي بتقوله ما يستسلمش وانه لازم يقبض على المجرم المطلوب، وده هيكون اكبر رد للقيادة والمأمور بتاعه. فبيروح بعدها لواحد اسمه لويس ممكن يساعده. لويس بيكون شغال ضمن عصابة الراجل الصيني، هو بيحذره منه لانه راجل خطير جدا. بيرجع يقول له ان البضاعة بتيجي من المينا بتاعة المكسيك وبتتهرب على الحدود الامريكية، وبيقول له كمان ان هم قرروا يقتلوا بنته لما قرر الانفصال عنهم، وللاسف هو ما عندوش الشجاعة للمواجهة. فبيروح جيك بنفسه على المكان اللي بيهربوا فيه البضاعة وبيخزنوها. بيفضل مستني بيراقب اللي بيحصل، ولما بتيجي اللحظة المناسبة بياخد بندقيته وبينزل على طول علشان يداهم ويدخل المخزن، وبيفضل مراقبهم لحد ما يشوف راجل من العصابة وهو ماسك الكلبة سوكس، وبيرد يقول له ان هي خلاص ما بقتش ملكك دلوقتي. فبيديها جيك على طول الامر بالهجوم وبتعد الراجل فورا. وفي المشهد اللي بعده والاخير بتنقل الاخبار عن جثه لقوها في مخزن متحلله، وبيقولوا ان هم ما يعرفوش الراجل ده تابع لمين. بعدها جيك بيكون رجع لحياته الطبيعيه، بيكون ارتاح شويه لكن مش قوي، لانه بيكون عنده النيه وبيقرر في نفسه انه هيجي اليوم ويلاقي المجرم تشانج ويقبض عليه، وساعتها يقدر يرتاح فعلا لانه قدر يجيب حق زميله والكلب بتاعه. في الغالب بقى عزيزي هنستنى جزء تاني من الفيلم، واشوفك على خير المره الجايه. لو انت لسه هنا معايا احب ابلغك ان الفيلم خلص، بس الافلام لسه ما خلصتش، واشوفكم الفيلم الجاي على خير ان شاء الله. كلمة اخيرة، لو عجبك الفيلم ده ما تنساش تضغط لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد.